السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي حبايبنا دفعة 2025 2026، مرحبا بكم مع أولى حلقات اليوتيوب للصف الثاني الثانوي، ومع أول درس في الفصل الأول عنوانه القياس الفيزيائي. الترم بتاعنا أو الفصل الدراسي الأول يعتبر منقسم لجزء خاص بالفيزياء بتاعت أولى ثانوي ونظام قديم اللي هي السنة اللي قبل اللي فاتت، وجايب جزء بتاع خواص المواقع من تانية ثانوي برضه نظام قديم، يعني دمج بين الحاجتين. وبالتالي هنمشي حسب ترتيب المنهج، وبنبدا مع بعض في موضوع خاص بيه تعرف يعني ايه عن الفيزياء، تعرف ايه الفيزياء دي، ايه الفيزياء. قال لي صلى على رسول الله. لو جينا قلنا تعريف بسيط كده للفيزياء قبل ما ابدا في الدرس الاول. ليه الفيزياء هنعوز فيها عمليه القياس؟ قال لي تعريف الفيزياء عامه هي دراسه الظواهر الطبيعيه، وبعدين الامواج، وبعدين والجسيمات. اسمع الثلاث حاجات دول. بدرس ظواهر طبيعيه زي مثلا خسوف القمر، كسوف الشمس، حركه الكواكب، حركه النجوم، دي اسمها ظواهر طبيعيه. ظاهره الشفق اللي هي وجود الوان في السماء في منطقه القطبين اسمه الشفق القطبي. دراسه الامواج يعني تدرس مثلا صوت وتدرس ضوء، وده غالبا هيكون عندك في الترم الثاني. دراسه الجسيمات، والجسيمات دي ممكن تدرس جسيمات ساكنه، ودي بتاخدها في فرع الاستاتيكا، يبقى الرياضه بتخدم على الفيزياء. ودراسه الاجسام المتحركه، ودي اسمها ديناميكا. كل اللي انا قلته ده تبع علم مين؟ الفيزياء باختصار شديد. وبناء عليه عشان اقدر ادرس الحاجات دي اقدر اقول ان لازم يكون عندي علاقات بين متغيرات. العلاقات دي بتؤدي الى وجود ما يسمى المعادلات الفيزيائيه. طب العلاقات بين المتغيرات دي لها اسماء كتير. قال لي زي النظريه، في حاجه اسمها يقول لك نظريه، حاجه اسمها مبدا، مثلا كلمه قوانين. يبقى عندي نظريات، عندي مبادئ، عندي قوانين. كل الكلام ده في النهايه هيؤدي لوجود ايه؟ ما يسمى المعادلات الايه؟ الفيزيائيه. ودي بقى اللي ان شاء الله اثناء الدراسه هنتعرض لها كتير جدا. مع العلم ان هو السنه دي شال حاجات كانت خاصه بالميكانيكا لما نتعرض لجسم حاجه اسمها دراسه الحركه في خط مستقيم. صلى على المصطفى. بعد ما خدنا تعريف الفيزياء، تعال نشوف كده تعريف الفيزياء تاني اهو. الفيزياء دراسه الظواهر الطبيعيه والامواج والجسيمات، وادينا مثال لكل حاجه. بكتب لك تاني اهو: ظاهره الخسوف، ظاهره الكسوف، حركه النجوم، كل الكلام ده. فالمهم لما نيجي بقى نتعامل مع الفيزياء النهارده، علشان ادرك الشيء او افهم ايه اللي بيحصل في الفيزياء لازم اعمل عمليه قياس فيزيائي. طب يعني ايه قياس فيزيائي؟ قال لي صلى على النبي. لو انا عندي جسم زي ده كده، بص لي بصه صغيره كده بعد اذن حضرتك اهو. ادي الجسم اهو، ركز معايا حضرتك اهو. ادي الجسم اهو. الجسم ده بالنسبه لي يمثل كميه مجهوله. عندي فوق على طول منه الاداه اللي هقيس بها طول الجسم ده، الا وهي المسطره.
النهارده المطلوب ان انا اقيس طول الجسم. المطلوب اقيس ايه يا جماعه؟ طول الجسم. يبقى طول الجسم بالنسبه لي كميه مجهوله. ركز معايا الله يكرمك. والمسطره بالنسبه لي طولها يمثل كميه معلومه. كميه معلومه. يبقى انا لما اقارن كميه مجهوله بكميه ايه؟ معلومه. اللي قدامي ده ايه؟ سنتي. طب بص كده، 1 سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، 4 سنتي. قول 4 سنتي و4 من 10. يبقى معنى كده انا قدرت اقارن كميه مجهوله بكميه معلومه، الا وهي طول المسطره اللي هي مقسمه لوحدات اسمها السنتي. فاتضح ان طول الجسم اهو يساوي 4.4 سنتي. يعني السنتي متكرر 4 مرات ونص تقريبا. اذا ما هو القياس؟ اول حاجه في المنهج عمليه مقارنه كميه مجهوله بكميه اخرى اهي معلومه. بس في شرط صغير هنتكلم عنه دلوقتي من نفس نوعها. بنسمي الحاجه دي اسمها وحده ايه؟ القياس، اللي هو السنتي بالنسبه لنا هنا، لمعرفه عدد مرات احتواء المجهوله اللي هي الاولى على الثانيه اللي هي المعلومه. عايزين ندي مثال كمان عشان هقول دلوقتي شروط القياس ايه. خلينا كده. لو انا قلت ده الجسم والجسم ده جبت له مسطره. المسطره طولها كام سنتي؟ 20. اذا الجسم بالنسبه لي طول الجسم كميه مجهوله، وبالنسبه لي طول المسطره كميه معلومه. والمفروض المسطره دي هتتكرر اهي وليكن 4 مرات. اذا معنى كده اقدر اقول الكميه المجهوله اللي هي طول الجسم بتساوي 4 مرات طول المسطره. طب ما انا قايل لك كام طول المسطره؟ كام؟ 20. يبقى ال 20 بالعربي بقى مضروبه في كام؟ يبقى طول الجسم كام؟ 80 ايه؟ سنتي. الكلام ده بقى طبقه على كل حاجه. بمعنى ايه؟ انا من شويه قلت لك انا قارنت طول جسم كميه مجهوله بطول المسطره كميه معلومه. السؤال اللي بساله لك هنا، لو عربيه معديه عليك وماشيه بالراحه بتقول العربيه تسير بسرعه منخفضه، وانت مش عرفك. قال له والله انا قدرت اشوف التفاصيل بتاعت الناس اللي جوه العربيه، مين اللي راكب مين اللي قاعد بتاع. نفس العربيه عدت عليا تاني لكن ما لحقتش اسمع اللفظ، ما لحقتش ايه؟ اشوف مين اللي جواها. اذا هي ماشيه بسرعه كبيره قوي. سؤال بقى، كلمه سرعه منخفضه كلمه محدده ولا كلمه عامه؟ كلمه عامه. ماشيه بسرعه منخفضه كام؟ مش عارفين. يبقى يقع تحت بند القياس، قياس السرعه. الرادار بقى بالنسبه للسرعه ماشيه، عربيه ماشيه بسرعه جامده قوي، يقول لك الرادار صورك. صورك دي يعني لقاك متعدي، عديت السرعه اللي محددها. اذا الحكومه حاطه ليفل معين، مستوى معين للسرعه على الطريق ده، وليكن مثلا 120 كم في الساعه. لو تخطيت الحد ده، مين اللي بيقيس الكلام ده؟ الرادار. يعرف انك عديت الحد ولا ما عدتش. اذا دي عمليه قياس. اقل من 120 ما تاخدش مخالفه، اكثر من 120 تاخد مخالفه. دي عمليه قياس وقياس فيزيائي. قيس على ذلك بقى بسم الله ما شاء الله من النوع اللي بياكل 24 طقه في اليوم، كل ساعه طقه. قال لك
طب وبعدين انا رحت لدكتور التخسيس لقاني بسم الله ما شاء الله كنت الوزنه اللي قبليه، واخد بالك من الوزنه دي، وزن قبل كده 100 كيلو، لقاني 110. نهار اسود. اذا معنى كده هو لما قاس وزني لقاني زدت. القياس ده موضوع كبير قوي. حضرتك شايفني دلوقتي تقول ده مستر محمد العربي شرح الدرس الاول او مهد لنا في الدرس الاول او بدا في القياس وخد مده الحصه كذا دقيقه، يبقى ده قياس. ده المستر صور بكواليتي عاليه النهارده، كواليتي ايه؟ عاليه، قياس لجوده الصوره بالبكسل الى اخره. فمش عايز بقى اطول في الموضوع، لكن انا بقول لك كل شيء حوالينا يلزمه عمليه قياس. ورب العزه بيقول انه خلق كل شيء بايه؟ بقدر، ادي قياس. وبمقدار، ادي قياس. وبحسبان، ادي قياس. يبقى عمليه القياس دي عمليه بقى مش جهجهوني كده، عمليه كبيره قوي تشمل كل شيء حوالينا. ماشي، نرجع لموضوعنا. بعد ما قلنا عمليه القياس عايزين بقى نقول ايه؟ شروط عمليه القياس. حلو قوي. نطلع كده. شروط عمليه القياس. في لفظ كده قلته في التعريف لو رجعت له، كلمه من نفس نوعها. كلمه اولاد من نفس ايه؟ نوعها دي. يبقى معنى كده الشرط الاول يا اولاد اهو ان تكون، بسم الله، الكميتان. ايه المقصود بكلمه الكميتان؟ المجهوله والمعلومه من نفس النوع. وده معناه ان لما اجي اقارن طول اقارنه بطول، لما اجي اقارن زمن اقارنه بزمن، لما اجي اقارن كتله اقارنها بكتله. هذا الموضوع. ما ينفعش يجي واحد يقول لي انا النهارده لقيت وزني ما شاء الله ما شاء الله ساعه ونص. ايه علاقه الوزن بالساعه ونص؟ وزن ايه اللي ساعه ونص؟ او واحد مستني زميله بيقول له ده انا بقالي كيلو ونص مستنيك. انت مجنون صح؟ اكيد في مشكله. او طولي 4 كيلو ونص جرام. طولي 4 ايه ده؟ يبقى لازم طولي يتقارن بطول، وكتله تتقارن بكتله، وزمن يتقارن بزمن. برافو عليك. الشرط الثاني قال لي ان تكون اداه القياس مناسبه. وهنحكي موقف ظريف عشان تفهمني في الموضوع ده. ست الكل بسم الله ما شاء الله لقيتك كبرت وشنبك خط في وشك، قالت لك يلا يا ابني عايزين نخطبوا لك. وانت منمر على بنت خالتك، وبعدين رحت لخالتك قالت لك احنا ان شاء الله ان شاء الله عايزين لبنتنا المصونه 2 كيلو ذهب، وجابت لك الميزان ده. انا عارف طبعا انت في اللحظه ديت هتعمل ايه مع خالتك. انا عارف هتقول يا بنت خالتي ولا انا اعرفك وبنتك عندك وانا عند امي. طب صلى على النبي. ليه؟ لان الميزان دول الكفتين اللي خالتك جابته ده مش هينفع. انت عشان تجيب 2 كيلو ذهب انت عايز 10 مليون جنيه يا ابني، يعني ممكن تموت فيها، مش انت لوحدك على فكره. لكن لما تروح للجواهرجي وخالتك تكون ست عاقله، هيروح الراجل يديها حاجه اسمها الميزان الحساس، مش الميزان ذو الكفتين. وبعدين تقول لبنت خالتك بينك وبينها انت كبيرك عندي دبله ومحبس، تعالى بينا. يبقى النهارده انت هتجيب ذهب زينه 10 جرام والموضوع انتهى. كلفتنا الجوازه ب 50,000 جنيه، ما هو الدهب ب 5000 النهارده. صلى على النبي. اذا معنى كده هذا الميزان اداه قياس غير مناسبه. اما هذا الميزان المسمى الميزان الحساس اداه قياس مناسبه. ادي الشرط رقم كام؟ 2. تعال تعال انت غلبان انا عارفك، تعال هجوزك تعال. الشرط الثالث عايز تقوله قوله، مش عايز تقوله ما تقولش. ان تكون
وحدة القياس أيضا مناسبة. يعني ما يجيش واحد يقول لي أنا النهارده وزنت نفسي، لقيت وزني أو كتلتي زي ما تسميها سميها بقى 3 طن. ليه؟ أنت فيل؟ لكن ينفع أقول بحق ربنا كده أقدر أقول إن كتلتي 60 كيلو أو 3 طن طاروا من شوية على الشاشة. المهم اتفهمت؟ يبقى كم شرط بقى؟ 3 شروط. أن تكون الكميتان أو يكون الكميتان، أن تكون الكميتان من نفس النوع، أن تكون وحدة قياس مناسبة، أن تكون وحدة قياس مناسبة. يلا بينا على المذكرة بتاعتنا عشان نخش على الموضوع اللي وراه، ألا وهو أهمية القياس. وأنا قلت أصلا أهمية القياس من شوية لو ركزت. أهمية القياس بيقول لك بتحول مشاهدتنا إلى مقادير وكميات يمكن التعبير عنها بوصف الأرقام. زي ما قلت مثلا سرعة العربية مثلا، لازم أعرف سرعتها كام، كسرت الإيه؟ الرقم اللي الحكومة محددها ولا ما كسرتش. طيب حضرتك سخن، منطق عايز تعرف انت درجه حرارتك تستدعي انك تروح للدكتور دلوقتي ولا ممكن تستحمل لحد الصبح، يبقى دي قياس درجه حراره جسمك مثلا الى اخره بقى. درجه حرارتك 40 انت نازل الصبح 42 43 هتلحق من المستشفى اللي بعده. هنا مديك بعض امثله الايه؟ الكميات اللي قلنا عليها، الكتله اهي بالجرام، الوزن، الحجم، مثلا الطول، العرض. في حاجات القياس بتاعها مش هيفرق معانا ومش عارف نقيسها اصلا، زي مثلا الرائحه. يقول لك ده انت ريحتك فل وياسمين، هتقولوش مثلا انا ريحتي قد ايه، كام فلايه ولا كام ياسمينيه، انت كده بتهزر. طيب ما يجيش واحد مثلا يقول لك ايه هي الشوربه دي مملحه كده ليه، فانت تقول له ايه طب ما تيجي نقيس تركيز الملح فيها، انت كده بتهزر برضه. الكلام ده ينفع في المعمل، كلام واضح. ماشي، نيجي المعلومه اللي وراها وهي مهمه جدا، الا وهي علشان اعمل اي عمليه قياس من اللي انا حكيت عليها في ال10 دقائق اللي فاتوا دول لازم اعمل كام حاجه. وعليك قصه برضه لحضرتك وانت رايح السوق، تساعد والدتك فعايز تشتري طماطم، بتقول لها ماما احنا النهارده محتاجين قد ايه طماطم؟ قالت لك عايزين 5 كيلو. اذا الكيلو جرام ده وحده قياس للطماطم. الخطوه اللي وراها مامتك هتدور على بياعه كويسه وبعدين تقف قدامها تقول لها عايزين 5 كيلو طماطم، فهتيجي البياعه مطلعه الميزانه بتاعتها، اكيد مش بتاعت الذهب بتاعت خالتك، لا الميزانه العاديه ذو الكفتين، الميزان ذو الكفتين، وتحط هنا وزنه مثلا وليكن 2 كيلو، وبعدين تحط شويه طماطم وبعدين تفضي، وبعدين تحط 2 كيلو تاني وبعدين تفضي، وبعدين تجيب الكيلو واحد بس وتفضي، يبقى كده اديتك كام كيلو؟ 5 كيلو. فاذا هنا اقدر اقول لما رحت السوق كان عندي كميه فيزيائيه بقيسها وهي كتله الطماطم او وزنها، وعندي اداه استخدمتها في العمليه اللي حكيتها من شويه وهي الميزان ذو الكفتين، وعندي في نفس الوقت كمان وحده قياس انا قلتها. لان بواق لما يسالكم في التليفون ويقول لكم انت جبتوا ايه النهارده من السوق، مش هينفع تقولوا له جبنا 5 وتسكتوا، لان ممكن يكون 5 متر قماش، صح ولا لا؟ لكن لازم تقول له 5 كيلو جرامات، اذا لازم يكون في وحده عشان تدي معنى للعدد ده، لان اي مقدار بدون تمييز ليس له ايه؟ معنى. يبقى كده كام حاجه عوزناها؟ 3. الكميه اللي هي هنقيس ايه؟ الاداه هنقيسها بايه؟ والوحده عشان نميز هذا العدد. صلى على رسول الله. العناصر الرئيسيه للقياس زي ما هي باينه قدامك، الكميات الفيزيائيه زي ما قسنا من شويه طول المنضده، ومن شويه قلنا حضرتك كنت 100 كيلو. ماشي. الاداه زي مثلا الميزان زي ما احنا قلنا من شويه، بنقيس طول حاجه كبيره شويتين، طول ارض زراعيه مثلا بنستخدم حاجه اسمها المتر الشريطي، كل الناس عارفاه، اللي هو ليه يد كده بيلف، ده اسمه المتر الشريطي، هنشوف صورته كمان شويه او المحاضره الجايه. المهم، والثالثه وحده الايه؟ القياس. يبقى كم عنصرها؟ 3 عناصر. ايه هم ال3 عناصر دول؟ الكميه الفيزيائيه اللي حاجه هقيسها، ثاني حاجه هقيسها بواسطه ايه؟ اسمها اداه الايه؟ القياس. ثالث حاجه اسمها وحده القياس. النهارده ان شاء الله هنكتفي فقط بالكميات الايه؟ الفيزيائيه كاول محاضره او اول لقاء لينا النهارده، لقاء صغير كده
نعرفك بس احنا هنعمل ايه. تعالى بينا. اولا الكميات الفيزيائيه. الكميات الفيزيائيه طبعا يعني اشهر 3 حاجات انا قلتهم دلوقتي. فبيقول لك هنا نتعامل يوميا مع الكميات الفيزيائيه مثل الكتله، من شويه وضحنا كتله طماطم، كتله شخص الى اخره. طول حضرتك وجبنا سيرته، الزمن، الحجم وغيره من الايه؟ من الكميات. طب تعالى بقى نشرحها بالتفصيل الاول على السبوره بتاعتنا هنا، وبعدين نرجع لايه؟ للمذكره. صلى على رسول الله. بسم الله. الكميات الفيزيائيه تنقسم لقسمين: كميات اساسيه وكميات مشتقه. فبنبدا بالكميه الاساسيه. ايه هي الكميه الاساسيه؟ قال لي والله هي الكميه التي لا تعرف الا بدلاله نفسها، ولا تعرف بدلاله كميات اخرى. يعني ايه؟ في ناس بتكتفي بالتعريف الحته دي بس، يقول لك ايه؟ الكميه التي لا تعرف بدلاله كميات اخرى. صح برضه. ولا تعرف بدلاله كميات اخرى. يا عم ماشي، هي خلاص هي نفسها بس. يعني ايه برضه؟ قال لي صلى على النبي. ندي مثال كده. المثال بتاعنا هيبقى بعيد شويه عن موضوع الكميات. عندنا ولد اسمه سعيد. ولد اسمه ايه؟ سعيد. ده صفته ايه؟ رئيس اتحاد الطلاب. ده كلام جميل. سعيد بحكم ان هو رئيس اتحاد الطلاب، من اول المدير عارفه؟ عارفه. جميع المدرسين بتوع المدرسه عارفينه؟ ايوه. سكرتاريا عارفينه. كل طلبه المدرسه عارفين. الممثل بتاع المدرسه شبه كده، يعني نقولوا ايه؟ الراجل ده هو رئيس مجلس الشعب بتاع المدرسه. فعارفينه كلهم كويس قوي. لما اسالك على ولد، اقول لك في ولد اسمه فتحي خميس. فتقول لي مين فتحي خميس؟ اقول لك والله يا عم فتحي خميس ده طالب في الفصل اللي رئيسه سعيد. مش هتقول لي سعيد مين ساعتها. طب مين احمد السيد؟ والله طالب في الفصل اللي رئيسه سعيد. فبعدين لما اقول لك يجي واحد اهبل يقول لك ايه؟ هو مين سعيد؟ تقول له ما انتش عارف سعيد؟ معقوله؟ ده سعيد ده كميه اساسيه، كل الناس عارفاه. يبقى كل الناس تعرف بيه وهو لا يعرف باحد. مش هينفع اقول لك سعيد ده رئيس الفصل اللي فيه فتحي واللي فيه احمد واللي فيه، مش هينفع. لكن فتحي واحمد يعرفوا بدلاله سعيد. وكذلك هنا اهو. لما اجي اقول هنا كده اهو، اديني امثله على كميه اساسيه. هقول لك مثلا الكتله، الطول، وحاجه عند الطول اكتب من ضمن اسمها الازاحه اللي هي المسافه يعني، والزمن. دول 3 امثله لكلمات اساسيه. لكن لما اجي للمشتقه اقول لك السرعه. فهتقول لي السرعه بتساوي ايه؟ هتقول لي السرعه بتساوي الازاحه على الزمن. او ما اقول لك طب ما الازاحه دي كميه ايه؟ تقول لي اساسيه. طب والزمن كميه ايه؟ برضه اساسيه. اذا انا لما اقسم اساسيه على اساسيه يدي السرعه. اذا السرعه كميه مشتقه من مين ومين؟ من الازاحه والزمن. اظن وصلت كده. يبقى تاني بقى، لما اسالك على مين؟ على السرعه. تقول لي السرعه بتساوي الازاحه على الزمن، هي مشتقه من دول. مستر طب ما انا كده الموضوع صعب عليا، انا هعرف مين الاساسي واعرف مين المشتق. انا هريحك. الاساسي هيكونوا 9 كميات، حفظت منهم دلوقتي 3. يتفضل كام ان شاء الله في المحاضرات الجايه؟ 6. وبالتالي انت ما دام انت عارف ال9 دول، اي حد خلاف ال9 هيبقى مشتق. اظن سهله ايه؟ هيحصل عندي مشكله مش عارف افرق. اقول له خلاص
تحفظ لي الكميات الاساسيه. هو انا حفظت الكميات الاساسيه انتهى الموضوع، لان ما عداهم فهو مشتق. وصلت؟ وصلت. طب ناخد كمان سؤال. الحجم كميه مشتقه؟ مشتق. لان انا لو قلت لك مثلا الحجم المتوازي، هنبقى ان شاء الله بقى، انا يمكن نسيت اقول لكم ان باذن الله بدءا من المحاضره الجايه هناخد في كل محاضره في نهايتها جزء تاسيسي مهم جدا، حته رياضه، حته بياني، انشط لك المعلومات. ماليش دعوه بقى حضرتك في درس ايه، مالهاش علاقه دي. ده اسمه ايه؟ طقطقه رياضيه مهمه جدا، ملحوظه رياضيه، سميها زي ما تسميها، فرفشه رياضيه زي ما هيجي لنا مزاجنا هنسميها، بس دي الاساسي معانا. دي ان شاء الله كل ما تدخل في الفيزياء اكتر وتتعمق هتلاقي المعلومات دي بتخدم عليك، بتسهل الامور. ماشي. حجم المتوازي، ادي المتوازي اهو، ليه طول وليه عرض وليه سمك او ارتفاع. يبقى حجم المتوازي بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. يا مستر طب ما تقول لنا كده سر من اسرار الفيزياء. اقول له صلي على النبي. انا عايز اقول لك معلومه مهمه قوي، ان الطول والعرض والارتفاع والسمك، اوعى تقراها السمك، الاخ ال 110 كيلو، والعمق والارتفاع والازاحه، ان الطول عرض الارتفاع والسمك والعمق، اسف، والنق اللي هو نصف القطر، والازاحه والمسافه، دول كلهم بيعاملوا معامله الطول. يعني ينفع يتقاسوا بالمتر وينفع يتقاسوا بالسنتي ويتقاسوا بالملي الى اخره. فبعد اذنك ركز معايا. طول عرض ارتفاع، السمك العمق النق، ازاحه مسافه، احفظها ورايا، كلهم يعاملوا معامله الطول. نقولها تاني. طول عرض ارتفاع، السمك العمق النق، اقولها بالراحه، السمك والعمق بتاع البحر والنق نصف القطر والازاحه والمسافه من العدد، انت عارف الحاجات دي كلها تقاس بالمتر. اذا معنى كده انا بتكلم على الطول، يبقى الطول كميه اساسيه، والعرض يبقى اساسيه، والارتفاع يبقى اساسيه برضه. طب ما هو اساسي في اساسي في اساسي، يبقى يدي كميه ايه؟ مشتقه. يبقى نرجع لموضوعنا تاني، يلا. ها، الكميات الفيزيائيه منقسمه، الكميات الفيزيائيه اهي منقسمه لحاجتين: كميات فيزيائيه اساسيه وكميات فيزيائيه مشتقه. ودي عرفناها، ما بتعرفش بحد، بل الحد يعرف بدلالتها، اللي هو ده مشتق، اسمه مشتق من الاساسي. اذا معنى كده لو سالتك مجموعه من الاسئله، علل الكتله كميه اساسيه، تقول لي لانها لا تعرف بدلاله احد بل تعرف بدلاله نفسها. طب علل السرعه كميه مشتقه، تقول لان السرعه تعرف بدلاله المسافه على الزمن، وكل منهم كميات اساسيه. ده كلام الناس العاقلين. ماشي. دخلنا على اخر جزء النهارده، وهو تمهيد للمحاضره الجايه، اللي هو ثانيا هنقف عنده وحده القياس او وحدات القياس. ليه بنعوز وحده القياس؟ ده سؤال اخير بنختم بيه عشان نمهد للمحاضره الجايه. علل ليه يلزمنا وحده القياس؟ لان قلنا اي مقدار بدون تمييز هذا المقدار ليس له معنى، لازم تمييز. وده ان شاء الله لقائنا المحاضره الايه الجايه ان شاء الله. ارجو الناس باذنك يا رب تكمل معانا منهج 2025 26، وانتظرونا الفيديو القادم. وهيكون دايما في اختبار صغير كده في بدايه كل محاضره نحله مع بعض، ولو موجود PDF هتلاقيه موجود في اول تعليق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.